بكم يا سنة أولى إعدادي. هكون معاكم في مادة الدراسات الاجتماعية، وهنشرح مع بعض درس بدرس، وإن شاء الله الشرح يعجبكم وتستفادوا. يلا بينا نبدأ. هنكمل الدرس الأول، أفريقيا، الموقع والكشوف الجغرافية. أخدنا في الفيديو اللي فات الجزء الأول الموقع، واتكلمنا عن أهمية موقع أفريقيا، وأفريقيا مهمة بالنسبة لمصر ليه، ومساحة أفريقيا وهكذا. لو ما شفتش الفيديو الأولاني روح شوفه، اتكلمنا فيه باستفاضة كبيرة جدا عن أفريقيا. النهاردة هنكمل الكشوف، الجزء الثاني، الكشوف الجغرافية لقارة أفريقيا. قدامك يا صاحبي خريطة لقارة أفريقيا. أنا عارف إن هي تبان صعبة، هي فيها خطوط وأسهم بألوان مختلفة وحاجات كده عك في عك. تعال بس نبسط الدنيا. دي خريطة أفريقيا قدامك، أدي أوروبا، آسيا، أدي أفريقيا. من تحت هنا بيقولك خريطة تخيلية للكشوف الجغرافية لقارة أفريقيا. بيقولك إن الخريطة دي خريطة إحنا رسمينها كده، يعني وكأن بالذكاء الاصطناعي تخيلية، بنتخيل فيها الرحالة والجغرافيين إزاي استكشفوا قارة أفريقيا. تمام. تعال نشوف دور كل من مصر والعرب والأوروبيين في اكتشاف قارة أفريقيا. دور مصر: 4 رحلات حتشبسوت لبلاد بوند، ورحلات نخاوي الثاني، وبعثات محمد علي باشا، والاكتشافات في عهد الخديوي عهد الخديوي إسماعيل. يقول لك ان كل شخص من الاشخاص دي قام باكتشاف جزء من افريقيا، جزء من افريقيا. ده بالنسبة لمصر. طب دور العرب: مين اللي اكتشف افريقيا من العرب؟ قال لك بعض طرق القوافل. رحلات ابن بطوطة في افريقيا، رحالة كبير اسمه ابن بطوطة اكتشف اجزاء كبيرة جدا في افريقيا. قوافل التجار العرب، ممالك اسلامية. طب دور الاوروبيين اكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح. طب مين اللي اكتشف طريق رأس الرجاء الصالح؟ ده البرتغاليون اللي هم هنا، البرتغال تبع قارة أوروبا. طب إيه هو أصلا طريق رأس الرجاء الصالح؟ تعالى كده، أدي البرتغال طلعوا بالسفن بتاعتهم ومشيوا وداروا حوالين قارة أفريقيا. طب كان عايزين يوصلوا لفين؟ كان عايزين يوصلوا للهند. الهند دي في قارة آسيا، تبع قارة آسيا. فمشيوا كده البرتغاليين، لفوا حوالين قارة أفريقيا لغاية لما وصلوا للهند. فبقت دي طريق رسمية اسمها طريق رأس الرجاء الصالح. مين اللي اكتشفها؟ البرتغاليين. طب بعدين نيجي ناخد اكتشافات واحد اسمه جون سبيك. اكتشافات مين؟ جون سبيك. تعال نبدأ كده. دور مصر في اكتشافات قارة افريقيا. مصر دورها كبير جدا ودورها مهم في اكتشاف قارة افريقيا منذ القدم، من زمان خالص. عشان كده احنا قسمنا دور مصر لعصرين: عصر القدماء المصريين، تمام، والعصر الحديث. والعصر الحديث هناخد هنا 2 وهنا 2، شخصيتين وشخصيتين. طب عصر المصريين القدماء زي مين؟ قال لك زي الرحالة حرخوف، واحد اسمه حرخوف. طب ده عمل ايه؟ بيقول لك قام ب4 رحلات نحو الجنوب. 4 رحلات نحو الجنوب، يعني طلع من مصر ونزل نحو الجنوب لقارة افريقيا، واكتشف طبعا اكتشافات كبيرة جدا. تمام. يبقى قام بكام رحلة؟ 4 رحلات. بيقول لك ان هو كان من اوائل المصريين اللي اكتشفوا اجزاء من قارة افريقيا. انا عايزك تعرف ان حرخوف قام بكام؟ 4 رحلات نحو الجنوب. تمام. طيب بعدين الملك نخاوي الثاني. الملك مين؟ الملك نخاوي الثاني. عمل ايه الملك نخاوي الثاني ده امر بارسال بعثة للدوران حول افريقيا. عايز يلف حول افريقيا زي البرتغاليين. بس مين الاقدم؟ طبعا نخاوي الثاني، يعني احنا عملناها قبل البرتغاليين. الرحلة دي استمرت لمدة 3 سنوات. كام سنة؟ 3 سنين. كام سنة؟ 3 سنين. طب بدأت من فين ورجعت ازاي؟ قال لك بدأت من البحر الأحمر. ادي مصر وادي البحر الأحمر، وطلعت لفت حوالين قارة افريقيا، ورجعت تاني مصر عن طريق باب مضيق جبل طارق. الحتة دي اسمها مضيق جبل طارق، ودخلت البحر المتوسط ورجعت تاني مصر.
يبقى نخاوي الثاني أرسل بعثة للدوران حول إفريقيا، بدأت من البحر الأحمر وعادت عبر مضيق جبل طارق، واستمرت كام سنة؟ 3 سنين. استمرت كام سنة؟ 3 سنين. ده الملك إيه؟ نخاوي الثاني. الملك مين؟ نخاوي الثاني. يبقى عصر المصريين القدماء 2 حرخوف ومين؟ ونخاوي الثاني. طيب المصريين القدماء اكتشفوا ايه بقى في افريقيا، او وصلوا لغايه فين؟ قال لك وصل المصريين القدماء الى السودان. اول حاجه وصلوا لها ايه؟ السودان. السودان طبعا تحت مصر على طول، جنب مصر، لازقه في مصر من ناحيه الجنوب. فاول حاجه وصلوا لها هي ايه؟ السودان. وبعض دول شرق افريقيا، وبعض دول شرق افريقيا. ادي دول شرق افريقيا. مش احنا قلنا الشرق ده ناحية اليمين على ايدك اليمين، فالدول اللي موجودة ناحية الشرق دي ايه؟ وصلوا لها. طب وايه تاني؟ وامتد التأثير الحضاري المصري الى غرب افريقيا ومنابع النيل الاستوائية. يعني امتد التأثير الحضاري؟ يعني بالبلدي كده صيت مصر وسمعة مصر وصلت لغرب افريقيا ومنابع النيل الاستوائية، والبلاد دي اتأثرت بمصر، واللبس بتاع مصر والعمارة والمباني وهكذا، والحضارة بتاعتها، الحضارة عامة. تمام؟ يبقى التأثير الحضاري المصري وصل لغاية فين؟ لغرب افريقيا. وايه كمان؟ ومنابع النيل الاستوائية. وايه كمان؟ ومنابع النيل الاستوائية. منابع النيل في المنطقة دي، هضبة البحيرات الاستوائية في وسط قارة مين؟ وسط قارة افريقيا. طب ده بالنسبة لعصر المصريين القدماء. عصر الحديث. العصر الحديث قلنا برضو شخصيتين، واحد اسمه محمد علي باشا والخديوي اسماعيل. محمد علي باشا ومين؟ والخديوي اسماعيل. طب محمد علي باشا ده كان بيحكم مصر في العصر الحديث. تمام؟ طيب عمل ايه؟ بيقول لك ان محمد علي باشا او الخديوي اسماعيل كانوا مهتمين جدا باكتشاف منابع النيل، اكتشاف منابع نهر النيل. طب ايه هي منابع نهر النيل؟ ويعني ايه اصلا منابع نهر النيل؟ نهر النيل موجود في مصر. تمام؟ طب المية بتاعته جاية منين؟ هي دي منابع نهر النيل، ان انا امشي ورا نهر النيل لغاية لما اوصل للمنبع بتاعه، الاصل بتاعه هو جاي منين. دي ايه؟ منابع نهر النيل. فمحمد علي ارسل رحلات لاكتشاف منابع النيل، وانتهت باكتشاف النيل الابيض. انتهت باكتشاف مين؟ النيل ايه؟ النيل الابيض. ورسم خريطة للنيل حتى الجنوب، ورسم خريطة للنيل حتى جنوب، ورسم خريطة للنيل حتى جنوب ايه؟ جنوب السودان. طب ايه هو النيل الابيض؟ احنا في درس اسمه نهر النيل، هنتعرف عن النيل الابيض والنيل الازرق ومنابع نهر النيل وجاي منين وكل حاجة، ما تقلقش، كل حاجة ايه؟ هنشرحها بالتفصيل. طيب يبقى محمد علي ارسل رحلات لاكتشاف منابع النيل. طب وانتهت بايه؟ اكتشاف النيل الابيض ورسم خريطة للنيل حتى جنوب السودان. يبقى مين اللي اكتشف النيل الابيض؟ هو محمد ايه؟ محمد علي. طب الخديوي اسماعيل. الخديوي اسماعيل يبقى يقول لمحمد علي يا جده، يعني الخديوي اسماعيل ده حفيد محمد علي. الخديوي اسماعيل ده ماله؟ حفيد محمد علي. طب عمل ايه؟ برضو نفس الكلام، اهتم باكتشاف منابع نهر النيل، ووصل الحكم بتاعه الى جنوب دائرة الاستواء، الى جنوب دائرة الاستواء. يعني مصر كل ده لغاية هنا جنوب دائرة الاستواء كان تحت سيطرة الخديوي اسماعيل. كان تحت سيطرة مين؟ الخديوي ايه؟ الخديوي اسماعيل. طب ده بالنسبة للعصر الحديث. يبقى دور مصر، عصر المصريين القدماء حرخوف ونخاوي الثاني، والعصر الحديث محمد علي باشا، والخديوي مين؟ والخديوي ايه؟ اسماعيل. طب نكمل. دور العرب في اكتشاف قارة افريقيا. دور العرب في اكتشاف قارة افريقيا في العصور الوسطى. في العصور الوسطى العرب برضو هناخد 2، واحد اسمه ابن بطوطة والمسعودي. ابن بطوطة اوعى تستهون بالاسم، لان ابن بطوطة ده رحالة كبير جدا، وقام برحلات مهمة في شمال وغرب افريقيا، في شمال وغرب افريقيا، شمال ويمين وغرب افريقيا. طب ابن بطوطة ايه المشهور عنه؟ المشهور عنه ان هو قدر يخترق الصحراء الكبرى. لو انت جيت بصيت كده هتلاقي الجزء ده كله اسمه الصحراء الكبرى، صحراء قاحلة ما فيهاش مية، الدنيا حرارة شديدة جدا، الطقس المناخ بتاعها شديد، حاجة كده قاحلة.
فابن بطوطة قدر ان هو في الرحلات بتاعته ان هو يعدي او يعبر او يخترق الصحراء الكبرى من الشمال الى ايه، الى الجنوب، من الشمال الى الجنوب، لغاية لما وصل لبلد اسمها مالي، لغاية لما وصل لدولة اسمها ايه، اسمها مالي. يبقى ابن بطوطة قام برحلات مهمة في شمال وغرب افريقيا، واستطاع ان يخترق الصحراء الكبرى من الشمال الى الجنوب حتى وصل الى ايه، الى مالي، حتى وصل الى ايه، الى مالي. المسعودي كان من اوائل الرحالة العرب الذين زاروا افريقيا وكتبوا عنها. يبقى انا المسعودي ده بسيط، زار افريقيا وكتب عنها. لكن ابن بطوطة وصل في الرحلات بتاعته شمال وغرب افريقيا، شمال وغرب افريقيا، واستطاع ان يخترق الصحراء الكبرى لغاية لما وصل لمالي. طبعا اخترقها من الشمال الى ايه، الى الجنوب. نيجي بقى للمهم خالص اللي هم التجار العرب. التجار العرب، التجار كانوا بيخرجوا من البلاد بتاعتهم ويروحوا بلاد تانية عشان يبيعوا بضايع، يخرجوا في قوافل زي ما اتكلمنا. طبعا دخلوا قارة افريقيا عن طريق شبه جزيرة سيناء. طيب ايه ليه انت مستر قلت التجار دول مهمين قوي؟ لان التجار هنا مش بس ان هم اكتشفوا اجزاء من افريقيا، لا ده كمان ساهموا في نشر الاسلام، ساهموا في نشر الديانة ايه، الاسلامية. يبقى التجار العرب وصلت قوافلهم الى السودان، قدروا يوصلوا للسودان. ومش بس كده، ده بلاد الحبشة وجزر القمر، جزر القمر او القمر، انطقها زي ما تحب. يبقى وصلوا للسودان تحت مصر على طول، وبعدين وصلوا لبلاد الحبشة، بلاد الحبشة في المنطقة دي، وبعدين وصلوا لجزر القمر، عبارة عن شوية جزر موجودين في المحيط الهندي تبع قارة افريقيا برضو. تمام. طيب وايه كمان؟ ويساهموا في نشر الاسلام، ساهموا في نشر الاسلام. طب التجار العرب دول لما قعدوا افريقيا واتجوزوا وخلفوا اولاد وبنوا بيوت وفضلوا عايشين، عملوا ايه تاني؟ انشأوا ممالك اسلامية. انشأوا ايه؟ ممالك اسلامية. عشان كده نقوله تعددت الممالك الاسلامية على السواحل الشرقية للقارة، وامتدت الى هضبة البحيرات الاستوائية، كما تكونت بعض الممالك الاسلامية في غرب افريقيا. ده كله بفضل مين؟ التجار العرب. بفضل مين؟ التجار العرب. طب الممالك دي عملوها في السواحل الشرقية، ادي السواحل الشرقية. اي دولة بتبص على الساحل او على البحر او على المحيط بنقول عليها ايه؟ دولة ساحلية. فعلى السواحل الشرقية. ومش بس كده، ده وصلوا لهضبة البحيرات الاستوائية اللي هي في النص، يعني دخلوا شوية كمان للنص. ومش بس كده برضو، امال ايه؟ ده بعض الممالك الإسلامية في غرب مين؟ في غرب إفريقيا، موجودة في غرب، يعني الشرق وإيه؟ والغرب. طبعا التجار العرب كان لهم دور كبير زي ما قلنا في إيه؟ في نشر الإسلام. طب يبقى احنا كده خدنا دور المصريين وخدنا دور إيه؟ العرب. طيب ناخد دور بقى ايه؟ الاوروبيين. دور الاوروبيين بيقول لك خلال القرن ال15 بدأ البرتغاليون، الله احنا ذكرنا الاسم ده قبل كده، برافو عليك، اللي هم اكتشفوا ايه؟ طريق رأس الرجاء الصالح. محاولاتهم لاكتشاف افريقيا خلال عهد الامير واحد اسمه هنري الملاح. هنري مين؟ الملاح. حيث استفادوا مما كتبه العرب. العرب قبلهم اكتشفوا اجزاء كتير من افريقيا وكتبوا عنها ورسموا خرائط، فالبرتغاليين استخدموا اللي كتبوا العرب واستفادوا منه. تمام. في رحلاتهم الاستكشافية، وحاولوا الوصول للهند عن طريق الدوران حول افريقيا، طريق رأس الرجاء الصالح اللي احنا لسه شارحينه. يبقى الهدف بتاعهم كان ان هم يوصلوا ايه؟ للهند. تمام. طب ايه تاني؟ أسس البرتغاليون الموانئ والمراكز التجارية على طول طريق رأس الرجاء الصالح، في كل حتة يعملوا مينا ومركز تجاري. طب ليه الكلام ده عملوه؟ قال لك لتأمين الملاحة والتجارة. بالنسبة لهم طريق رأس الرجاء الصالح ده هو أكل عيشهم، هم بيتاجروا، بيروحوا الهند ويشتروا منها حاجات ويبيعوا منها حاجات وهكذا. فبالنسبة لهم الطريق ده حياة أو موت. عشان كده أسس البرتغاليين الموانئ والمراكز التجارية على طول طريق رأس الرجاء الصالح. ليه؟ لتأمين الملاحة
يعني اللي هو السفر بالسفن يعني في البحر وكده، والتجارة لتأمين الملاحة وايه والتجارة. طيب في نهاية القرن ال18 وخلال القرن ال19. طيب انا ممكن اشرح حاجة كده بسرعة عشان نفهم بس ايه القرن ال18 والقرن ال19، نعرفهم بسرعة ازاي. احنا في 2025. طب احنا في القرن الكام؟ ال21. طيب من اول 2000 القرن ده 100 سنة، القرن 100 سنة، القرن كام؟ 100 سنة. من اول 2000 لغاية 2100 ده احنا بنقول القرن الكام؟ ال21. طب قبل 2000 كان سنة كام؟ 1900. 1000 وكام؟ 1900. طبعا 1901 و2 و1903 1900 لغاية سنة 2000. 1900 ده القرن الكام؟ نقص ادي 9 زود 1، 9 زائد 1 يبقى القرن الكام؟ ال20. طب 1800 1800 1801 و2 و3 و20 و90 وهكذا. 1800 ده بقى القرن الكام؟ زود 1 يبقى القرن ال19. 1700 زود 1 على 7 يبقى كام؟ القرن ال18. تمام. فانا لما يجي يقول لي في نهاية القرن ال18، القرن ال18 18 دي القرن ال18 يعني كام؟ 1000 وكام؟ نقص 1، مش احنا هنا زودنا يبقى هنا تنقص 1000 القرن ال18 يبقى 1700. في نهايته يعني ممكن 1790 1795 وهكذا. تمام. وخلال القرن ال19، القرن ال19 القرن 19 يبقى سنة 1000 وكام؟ نقص 1 فتبقى 18 فيبقى 1000 8 قصدي 19 دي نقص 1 فيبقى 8 فيبقى ايه؟ 1800. تمام. عشان ما تتوهش بس، لو قالك القرن مثلا ال18 نقص 1 فتبقى 1700. لو قالك القرن مثلا ال20 يبقى تنقص 1 فتبقى ايه؟ 1900. وصل لك؟ طيب خلينا نركز في هنا، انا بس ايه قلنا نشرح الحته دي بسرعه عشان ايه تتفهم. يبقى في نهايه القرن ال18 يعني 1700 مثلا و90، وخلال القرن ال19 يعني 1800 مثلا. تمام. كان للأوروبيين دور بارز في اكتشاف منابع نهر النيل. توالت الكشوفات لقارة افريقيا من الانجليز والفرنسيين والهولنديين في 3 دول من قارة اوروبا كانوا مهتمين جدا باكتشاف قارة افريقيا. مين؟ انجلترا اللي هم الانجليز، وفرنسا فرنسيين، وهولندا الهولنديين. تمام. طيب بعد ما اكتشفوا اجزاء كبيرة من افريقيا، واكتشفوا ان في افريقيا مليانة ثروات طبيعية. ثروات ايه طبيعية؟ ذهب، بترول. طبعا ما كانش لسه فيه البترول بس يعني خيرات بقى، زراعة، قمح. بص زي ما تقول ثروات طبيعية كتيرة جدا. تمام. ايه اللي حصل؟ بيقول لك بدأ التصارع الدول الأوروبية الاستعمارية على قارة افريقيا. كل دولة عايزة تنهب وتاخد جزء من افريقيا لنفسها. كل دولة عايزة تنهب وتاخد جزء من افريقيا ايه لنفسها. يبقى بدأ تصارع الدول الأوروبية الاستعمارية على قارة افريقيا. ليه بيتصارعوا وبيتخانقوا على قارة افريقيا؟ اكيد قارة افريقيا دي فيها كنوز كتيرة جدا عشان يتخانقوا عليها. قال لك لنهب بخيراتها واستغلال ثرواتها الطبيعية. يبقى ليه اتصارعوا؟ لنهب بخيراتها واستغلال ثرواتها الطبيعية. طب ايه اللي حصل بعدها؟ فقامت مستعمرات لها في كافة انحاء القارة. كل دولة من الدول دي تعمل لنفسها مستعمرة. تيجي انجلترا وتروح تحتل جزء من افريقيا، تيجي هولندا وتحتل جزء، تيجي فرنسا وتحتل جزء، بلد او 2 أو 3، فتعمل مستعمرة كبيرة. مستعمرة يعني اكتر من بلد. طيب ايه بعدين؟ عملت الدول الأوروبية الاستعمارية على تقسيم افريقيا لعدد كبير من الدول. افريقيا دي قارة كبيرة متحدة مع بعض
وقارة قوية. طب احنا عايزين ننهب الخيرات بتاعتها ونخليها قارة ضعيفة ما تقدرش تدافع عن نفسها، يبقى نعمل ايه؟ يبقى نقسمها لدول. نقسمها ايه؟ لدول صغيرة عشان ما تقدرش تدافع عن نفسها. يبقى عملت الدول الأوروبية الاستعمارية على تقسيم افريقيا لعدد كبير من الدول. ليه؟ قال لك لضمان سيطرتها عليها واستمرار نفوذها. لو احنا متحدين محدش يقدر علينا، لكن لو اتفرقنا خلاص كده كل سنة وانت طيب يقدروا علينا. طب ما النتائج مترتبة على التقسيم ده والسيطرة بتاعت أوروبا على افريقيا؟ قال لك معاناة افريقيا من الفقر رغم ما تمتلكه من ثروات طبيعية متعددة. يعني كأن واحد يمتلك مثلا 100 فدان او 200 فدان وهو مش معاه فلوس يصرف منها. افريقيا نفس الكلام، غنية جدا 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 بالثروات الطبيعية، لكن الشعب بتاعها فقير مش لاقي ياكل. ليه؟ عشان اوروبا نهبة وسرقة الخيرات بتاعت ايه؟ بتاعت افريقيا. لغاية هنا تمام؟ اتمنى تكون صاحي ومركز. الدرس بسيط واحنا شرحنا بالتفصيل الممل. لو انت متضايق من الشرح الطويل ده حاول تسرع الفيديو، اعمل اي حاجة، اهم حاجة ايه؟ تركز. تمام؟ لو انت فاهم انزل في الكومنتات قول لي يا مستر انا فاهم وانت شرحك جامد. لو شرحي مش جامد خلاص يا معلم سيب القناة وامشي. بهزر طبعا، اوعى تسيبها. طيب اكد فهمك. بيقول لك ايه؟ بما تفسر اهتمام دول اوروبا بالكشوف الجغرافيه لقاره افريقيا. ليه تعبين نفسهم ورايحين قاره افريقيا؟ ولا بهدف نهب خيرات افريقيا واستغلال ثرواتها. ايه كمان؟ الوصول الى الهند. فاكر البرتغاليين لما كانوا عايزين يوصلوا ايه؟ للهند. تمام؟ يبقى الوصول الى الهند عن طريق الدوران حول افريقيا. السؤال الثاني تقسيم قاره افريقيا لعدد كبير من الدول. ليه قسموا دولة قاره افريقيا لدول؟ بسبب تصارع الدول الاستعمارية عليها لنهب خيراتها واستغلال ثرواتها الطبيعية وضمان السيطرة عليها. طب ما النتائج المترتبة على قيام الدول الأوروبية الاستعمارية بتقسيم إفريقيا لعدد من الدول؟ إيه اللي حصل لما قسمت الدول الأوروبية أفريقيا لعدد من الدول ونهب خيراتها؟ نتج عن ذلك معاناة إفريقيا من الفقر رغم ما تمتلكه من ثروات طبيعية متعددة. الواحد بيصعب عليه إفريقيا دي، يعني قارة غنية جدا 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 لكن منهوبة ومسروقة. طيب آخر حاجة الخريطة السياسية لقارة إفريقيا. الخريطة السياسية هنعرف فيها الدول اللي موجودة في قارة إفريقيا. الدول الموجودة في قارة إيه؟ قارة إفريقيا. معانا كام دولة؟ 54 دولة. قارة إفريقيا قارة كبيرة متقسمة لكام دولة؟ 54 دولة. طب مين أكبر دولة في الدول دي؟ مصر، ليبيا، السودان، الجزائر. أكبر دولة هي دولة مين؟ الجزائر. طب مصر الحبيبة فين؟ الركن الشمالي، اطلع ناحية الشمال. الشرقي امشي ناحية اليمين. هنا الركن الشمالي الشرقي. تقع مصر في الركن الشمالي الشرقي، اوعى تنسى يا ناس. تقع مصر فين؟ في الركن الشمالي الشرقي من قارة افريقيا، وتعد من اكبر دول القارة مساحة. هي بيقول لك من اكبر الدول لكن مش اكبر دولة. اكبر دولة مين؟ الجزائر. طيب زي ما احنا عارفين ان مصر دي دولة عربية بتتكلم اللغة العربية. طيب هل في دول تاني في افريقيا عربية؟ في كام دولة؟ 10 دول. هم مين؟ مصر، السودان، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، جيبوتي، الصومال، جزر القمر. اللي مكتوبين باللون الاحمر دول هم جيبوتي، الصومال، ادي جزر القمر. تمام؟ القمر او القمر دول عربية بيتكلموا عربي. دول ايه؟ عربية. طيب لما نيجي نبص في الخريطة دي هنلاقي في دول باللون اصفر ودول بلون ايه؟ بلون اخضر. طب ايه الفرق؟ لو انت كده ملاحظ وجدع وبرنس في نفسك تلاقي ان الدول الصفرة دي من بره قارة افريقيا على الحدود، بتبص على المحيط، على المية الازرق ده مية، بتبص على البحر، بتبص على المحيط. تمام؟ لكن الدول اللي من جوه اللي باللون الاخضر دي في قلب افريقيا بعيد خالص عن المية، يعني ما فيهاش سفن، مفيش سفينة تطلع منها تروح على الماء البحر، خلاص تطلع منين؟ فبنسميها دولة حبيسة. يبقى أنا هقسم أفريقيا لدول ساحلية ودول حبيسة. دول ساحلية
برافو عليك، هي الدول التي تطل على مسطحات مائية، بحار ومحيطات. يعني مثلا الصومال، بص على المحيط الهندي، خلاص يبقى دولة ساحلية. جيبوتي بص على المحيط الهندي، يبقى خلاص دولة ساحلية. مصر بتبص على البحر الأحمر والبحر المتوسط، يبقى خلاص دولة ساحلية. تمام. طب يعني ايه دولة حبيسة؟ اعكس، لا تطل على مسطحات مائية، بحار ومحيطات. مثلا هاتني مثلا النيجر، ده نهر او بحيرة لكن مش بحر. النيجر، ها فين البحر حواليها؟ مفيش. مالي فين البحر؟ تشاد مفيش. جنوب السودان، ها مفيش. زامبيا مفيش. زيمبابوي مفيش. بوتسوانا، ها مفيش بحر. تمام. يبقى دي نسميها دولة ايه؟ دولة حبيسة. اخر حاجة عشان نقفل الدرس ده، العلاقات المصرية الافريقية. مصر جزء مهم جدا في قارة مين؟ قارة افريقيا. ومصر يا ولاد من اهم وكمان اهم الدول اللي موجودة في قارة افريقيا. تعد مصر من اهم دول القارة، وتبذل جهود مكثفة لتعميق العلاقات المصرية الافريقية. تعميق جاية بمعنى تقوية. احنا مصر وافريقيا عايزين نقوي العلاقة ما بينهم، عايزين نقوي العلاقة ايه ما بينهم، عشان احنا نستفاد وهم برضو ايه يستفادوا. طيب في 2019 الدول بتاعت افريقيا متحدين في اتحاد اسمه الاتحاد الافريقي. اسمه الاتحاد ايه؟ الاتحاد الافريقي. تم انتخاب مصر لرئاسة الاتحاد الافريقي عام 2019. مصر بقت رئيسة الاتحاد الافريقي في سنة 2000 وكام؟ 2019. طب ايه النتائج المترتبة ان مصر يا سيدي بقت رئيسة الاتحاد ده في سنة 2019؟ هيفيدنا يعني ولا اي كلام؟ طبعا هيفيدنا. يقول لك ادى ذلك الى وجود فرصة قوية لتعميق دور مصر الريادي في قارة افريقيا وتدعيم علاقتها مع دول وشعوب القارة الافريقية. يقول لك قدرنا من خلال المؤتمر ده او الاتحاد الافريقي ده بالرئاسة بتاعته في سنة 2019 ان احنا تجينا فرصة اننا نقوي العلاقة بتاعت مصر ودول قارة ايه افريقيا والشعوب بتاعتها. تبقى العلاقة قوية جدا، علاقة قوية تتمثل في التجارة والسياحة والمشاريع وهكذا. فاحنا نستفاد وهم ايه يستفادوا. تمام كده احنا شرحنا درس افريقيا افريقيا من حيث الموقع والكشوف الجغرافية. تمام. حل دي انت يا معلم واجب، وان شاء الله هننزل فيديو لحل التدريبات. تمام. وهننزل فيديو قريب جدا لشرح الدرس التاني. فانت ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتنزل تكتب لنا في الكومنتات الشرح عجبك ولا لا. وما تخافش احنا ايه معاك خطوة بخطوة، ونشرح كل الدروس ان شاء الله يعني. وما تنساش طبعا زي ما قلت لك تشترك في القناة وتعمل لايك. يلا سلام.